في واحدة صاحبتي بتحكي لي بتقول لي: "أنا عندي مشكلة في البيت." "إيه يا بنتي مشكلتِك دي في البيت؟" بتقول لي: "عندنا واحدة تحت البيت فاتحة محل." بتقول لي: "مصطاداني في الطالعة وفي النازلة، نازلة تجيبني من فوق لتحت تشوفني لابسة إيه وعاملة إيه، جاية وماسكة شنط تقعد تبُص بقى على الشنط تشوف فيها إيه، جايبة شنط إيه." يعني شوية تقول لي: "افتحي لي الشنط والنبي أبُص فيها أشوف فيها إيه." أو تسألني. المهم إيه، بتقول لي بقى: "أنا متضايقة منها مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أعمل معاها إيه بجد." استفزتني بصراحة، قُلت لها: "ده لو أنا منِّك بقى مش هاسكت لها." تقول لي بقى: "أنتِ طالعة رايحة فين، جاية منين، وأنتِ كنتِ فين، إيه ده وأنتِ جاية منين، إيه ده وأنتِ رايحة فين؟" عايزة تعرف التفاصيل وعايزة تعرف الحياة بتاعتها رايحة فين وجاية منين. قولي لها: "أنتِ مالِك." يعني لو منِّك بقى هاكسفها، أقول لها: "أنتِ مالِك، أنتِ ليكِ فيه، ما لكيش فيه." ما حدش يسأل حد ويتدخل في حياة حد زيادة عن اللزوم، الناس ناس باردة بجد، ناس فظيعة. باقول لها: "على فكرة أنا شُفت يعني الموضوع ده عند ناس تانية برضه حكوا لي نفس الموضوع بس مختلف شوية." ففعلًا في ناس حشرية تحشر نفسها في حياتِك، عايزة تعرف أنتِ رايحة فين وجاية منين وجايبة معاكِ إيه في الشنطة، وكنتِ بتعملي إيه برّه، وكنتِ عاملة إيه، يعني بيحبوا إيه يلمّوا كده إيه المواضيع ويحبوا يلمّوا أنتِ فاهمة، عارفة عن فلانة دي كل حاجة. قُل لها: "خليكِ في نفسِك، ولا ما لكيش دعوة يا ستي أنتِ خليكِ في نفسِك." أنتِ فاهمة والّا لأ؟